أطلق شرطي أمريكي النار على امرأة سوداء حامل مما أدى إلى وفاتها وجنينها في وقت لاحق. ونشرت شرطة أوهايو مقطع فيديو التقط بواسطة كاميرا الشرطة أظهر ضابطا يطلق النار على امرأة بعدما رفضت مغادرة سيارتها. وفي الفيديو يمكن سماع العنصر الأمني يصرخ مرارا وتكرارا: اخرجي من السيارة، اخرجي من السيارة. وحين سألت عن السبب رد عليها: لقد قالوا إنك سرقت أشياء، لا تغادري. وحين رفضت السائقة وهي أم لولدين عمرهما 3 و6 سنوات الخضوع للأمر وحاولت الابتعاد بسيارتها، أطلق عليها النار عبر الزجاج الأمامي. وقالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية إن الضحية تدعى تاكيا يونغ وتبلغ من العمر 21 عام، مشيرة إلى أن الحادث وقع يوم 24 من أوت. وذكر رئيس بلدة بليندون جون بيلفورد لوكالة بريس أن الضابط قدموا المساعدة الطبية للسائقة لكنها توفيت في وقت لاحق. وأعلن أيضا عن وفاة جنينها الذي كان من المتوقع أن يرى النور في نوفمبر المقبل. وعلقت عائلة يونغ في بيان قائلة: لا يمكن إنكار أن وفاة تاكيا كان من الممكن تجنبها، وكانت أيضا إساءة استخدام جسيمة للقوة والسلطة. وتسعى الأسرة حاليا إلى توجيه لائحة اتهام جنائية للضابط.